السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه أنا عملت الكورس بالاسم بالصيغة دي؟ وهل هو سر حربي ولا ايه الحكاية؟ ايه يعني الفكرة؟ أنا عملت كورس على ونزلت الإعلان على الصفحة بتاعتي، تمام، على الفيس وأنا أسفة عيلة نقوش كريمة بقوش وعيلة عن تجربة. أنا بصراحة في بداية الدراسة حسيت بضغط على الناس. طبعا الناس بتبقى فيه كتير مش عارفة تزود دخلها، مش عارفة تعمل ايه، وانا هدفي حقيقي يعني طبعا ربنا العالم بالنوايا. هدفي ان اساعد الناس ان هي تبدأ تحقق دخل من حاجة تعملها بايدها، تمام، ويكون دخل سريع، يعني حاجة يقدروا يعملوها اي حد ما عندوش خبرة في مجال الحرف اليدوية، ان هو يقدر يعملها بسهولة او مش بسهولة قوي، اكيد كل حاجة بنتعب فيها، بس على الاقل كل واحد عنده نية وعنده هدف ان هو يشتغل ويعمل حاجة. فانا هديله الحاجة دي شبه مجاني. شبه مجاني ليه شبه مجاني؟ مش مجاني اصلا، لان مجاني ده انا بعمل حاجات كتير على قناة نقوش وطبعا مش بتوصل للفئة المستهدفة، فحبيت اعمل اعلان يوصل للناس اللي فعلا محتاجة شغل ومحتاجة تاخد خطوة وتسعى، فاديها الشغل ده. البرنامج كامل ب100 جنيه، اللي هو اعلمهم يعملوا منتج ازاي من البداية، انشاء المنتج والفكرة والتصميم بتاعه ومرحلة الفينش والباكجينج بتاعه، ازاي نغلفه، ازاي نسوقه. فانا هديهم العملية كاملة، وعملت سعر الكورس لمدة اسبوع ب100 جنيه، تمام. فطبعا ايه اللي حصل؟ ناس كتير بتدخل تسأل طب ايه هي التفاصيل؟ فنقول يا جماعة احنا هنعمل منتج زي ما انا قايلة في الاعلان، هتشوفوه دلوقتي. الاسعار غليت مفيش كلام، ومحتاجين ان انتوا تتعلموا تزودوا دخلكم وانتوا قاعدين في البيت. عايزين تعرفوا ازاي؟ تعالوا اقول لكم ازاي. بس قبل ما اقول لكم هعرفكم بنفسي. انا كريمه بقوش، خبره 24 سنه في مجال الفنون التشكيليه والحرف اليدويه. ساعدت ناس كتير ان هي تتعلم الحرف اليدويه وكمان يكون لها دخل ثابت منها جوه مصر وبره مصر. لو محتاجين تعرفوا ازاي تحولوا عصاية ب10 جنيه لمنتج يتباع بأكتر من 2000 جنيه، اشتركوا في الكورس الآن، وده لفترة محدودة. وده مش سعر الكورس، ده سعر توصيل الكورس ليك. لو مهتمين اشتركوا دلوقتي لفترة محدودة. الكورس ب100 جنيه، ازاي تصنع منتج يدوي بإيدك وتبيعه بأكتر من 2000 جنيه. سجلوا دلوقتي وابدأوا رحلتكم في عالم الحرف اليدوية. مستنياكم. انا عامله منتج ازاي تجيب عصايه ب10 جنيه تحولها لحاجه تتباع باكتر من 2000 جنيه. والموضوع يا جماعه بجد مش فنكوش، بس كان الهدف ايه من ان انا اعمل الفيديو مبهم بالشكل ده؟ الهدف ان هو يوصل للناس اللي ريلي يعني عايزين ياخدوا خطوه وعايزين يتحركوا. بالفعل الحمد لله انا وصلني الناس دي، الناس اللي هي دخلت. هقول لكم على حاجه، مثلا في حد شايفين لمه بتاعت ناس كده واقفين، فبيقولوا ايه الحكايه؟ فواحد قال ده في واحد بيوزع فلوس في المكان ده. فطبعا واحد تاني معدي فقال لك ايه، ليه هي الحدايه بتحدف كتاكيت؟ الناس اللي راحت واخدت شافت الموضوع ووصلت وسالت وكده فخدت الفلوس دي، تمام. واللي قال الحدايه بتحدف كتاكيت، طب ايه الموضوع ومش الموضوع، وفضل واقف في مكانه، ده ما خدش حاجه. فده في نوعين من الناس، في ناس بتبقى مبادرة وبتبقى فعلا بتسعى وعايزة تعمل حاجة، وفي ناس مش عايزة تتعب نفسها. فأنا كنت عاملة الكورس ده للناس اللي هي ما عندهاش خيار غير ان هي لازم تشتغل عشان خاطر تطلع فلوس، مش الناس اللي عندها اوبشن ان هي تختار المنتج. يا ترى المنتج هيعجبها ولا مش هيعجبها؟ يا ترى هيتوافق معاها ولا مش هيتوافق؟ لا، انا عاملة كورس لحاجة ببلاش تطلعوا منها فلوس. يعني ايه حاجة ببلاش؟ يعني بحاجة ب10 جنيه نطلع منها فلوس، او حاجة ببلاش خالص يا جماعة ونطلع منها فلوس. ده الفكرة اللي انا كنت عاملة عشانها الكورس بالشكل ده. ارجو ان محدش يزعل. وانا رديت على الناس اللي كانت برضو بتقولي هو الكورس سر حربي او كده. معلش، انا مش هاجي ادي فكرتي وتعبي وشغلي لحد ممكن يكون مش محتاجها وحد ما سعيش. انا هدفي ان انا اساعد الناس اللي هي فعلا محتاجة تجيب فلوس ومش عارفة تجيب فلوس منين. وبما ان القناة مش بتوصل الكلام ده للناس بشكل مباشر، او الناس دي ممكن ما يعرفوش حاجة عن القناة بتاعتي اصلا، فانا عملت الفيديو ده وعملت الكورس ده، والكورس موجود. بس طبعا انا كنت عاملاه لفترة محددة بالسعر ده.
وخلاص الفترة خلصت. الناس اللي انضمت في مجموعة تانية انا ما شفتش الرسائل بتاعتها، فدول بس اللي لو حد اشترك منهم انا هفتح لهم الكورس، لان التأخير كان من عندي مش من عندهم. فخلاص يا جماعة، ده كان الهدف من الكورس. ارجو ان محدش يزعل، انما لو في حاجة تانية اكيد هتبقى معلنة، لان الهدف من الكورس ده زي ما قلت لكم ان هو يوصل للناس اللي محتاجة تعمل شغل بسرعة وتجيب فلوس بسرعة. تمام؟ تمنياتي ليكم بالتوفيق، وانا هديكم برضو اكتر من فكرة. في ناس طبعا معايا على الجروب دخلت، عملت لهم دعوة. انا ما اضفتش حد طبعا، ما اقدرش اضيف حد عنوة او اضيفه في اي جروب، لا انا بعت دعوات للناس والله اللي عايز يحصل على استفادة اللي بحاول اقدمها، يعني هيكون معايا على الجروب وينورني. بس فانا بحاول والله ربنا يجعله في ميزان حسناتنا، وربنا يدي كل واحد على قد تعبه وعلى قد نيته باذن الله. عايزه اقول لكم حاجه، ان دي مش حاجه من عندي. يعني اي حد، احنا لو جبنا كوبايه والكوبايه دي فضلنا نصب فيها ميه، ايه اللي هيحصل؟ الكوبايه دي هتتملي. طب لو انا زودت زياده، فتلاقي الكوبايه بتنزل بقى ايه على الحاجه اللي جواها. اي اناء هيبدا بقى فعلا ينضح بما فيه، فهيبدا الكوبايه دي تنزل الميه الزياده او اللي انت بتديها. فاي حد ربنا رزقه وكرمه بعلم او باي حاجه، فتلاقي بعد مرحله معينه بيحصل له حاله من التشبع. فخلاص هو العلم اللي عنده ده او القدره اللي عنده دي بقت كتيره، فمحتاج ان هو تلقائيا يوزعها على الناس عشان غيره يستفيد. ده اللي بيحصل مع اي حد، مش معايا بس. اي حد بقى عنده، انا خلاص اوريدي الحمد لله اشتغلت بقى متمكنه في مجالات كتير، فخلاص انا في مرحله ان انا محتاجه ادي العلم اللي عندي ده واساعد بيه ناس كتير ان هي تبدا تشتغل. مش موضوع ان انا اشتغل، يمكن انا هتلاقي اي حد في نفس الوضع ده في اي مجال. بدأ بقى خلاص لما بقى متأصل في المجال بتاعه، بدأ خلاص عايز يطلع العلم اللي عنده ده ويديه للناس. واعتقد ان دي فطرة ربنا فطرنا كلنا عليها. فتمنياتي ليكم كلكم بالتوفيق، وارجو ان محدش يزعل ان الفيديو كان بالطريقة المبهمة دي. ده بس عشان كانوا مستهدف ناس معينة، والحمد لله الناس دي انضمت، والحمد لله بدأوا يشتغلوا ويطلعوا شغل. ربنا يرزقهم جميعا من وسع، وانتوا كمان اسعوا، وربنا ان شاء الله يوفقكم في كل اللي انتوا بتعملوه. صباح الفل عليكم.